heart will stop. Warning. For others, your brain. Warning. And the blood will flow suddenly. Warning. هكلمكم النهارده على اجدد افلام 2025 لحد دلوقتي. الفيلم اللي يعتبر عامل ترند او ضجه اعلاميه كبيره جدا الاسبوع اللي فات ده، وهو فيلم ذا لونج ووك. وهنشوف على مدار الحلقه هل الفيلم ده فعلا يستحق المشاهده، وهل يستحق الضجه الاعلاميه اللي معموله عليه الاسبوع اللي فات ده ولا لا. بس اهم حاجه عشان ما اضيعش وقتكم، ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. I'm Ray Garrity. You can call me Ray. Prima Freeze. Hank Olson's the name. Walking's my game. الفيلم ده من اخراج فرانسيس لورنس اللي عمل لنا قبل كده افلام زي هانجر جيمز، وطبعا من تاليف الروائي العظيم المشهور جدا بافلام الرعب وهو ستيفن كينج. وده تاني فيلم من تاليف نفس الروائي اللي نزل السنه دي. اول فيلم كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وطبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، وهو فيلم لايف اوف تشاك. طبعا كان فيلم جامد جدا وقوي جدا وطبعا يستحق المشاهده. ده تاني فيلم لستيفن كينج السنه دي في 2025. وبالمناسبه ده كان اول روايه او مبني على روايه من ستيفن كينج، كانت اول روايه ستيفن كينج عملها في حياته. كان تقريبا عنده 18 او 19 سنه، وفي البدايه اترفضت عشان ما كانش مشهور، ولكن بعد كده بعد كذا سنه نزلها باسم تاني واتقبلت. طبعا في الوقت ده نزلها باسم مستعار او اسم تاني، بالرغم ان هي كان في الاول كانت بنفس الاسم وهي ذا لونج ووك، ولكن خد نفس الروايه كده باسم تاني سنه 1979 وقرر ان هو يعرضها بعد ما اتشهر شويه. وساعتها الناشرين وافقوا على الروايه دي وبداوا ينشروا الروايه دي. الفيلم نوعه ديستوبيا واثاره ورعب، وفي نوع كده من الصراع للبقاء على قيد الحياه. طبعا الفيلم مناسب للمشاهده العائليه، تقدر تشوفه عادي جدا مع عيلتك او تدخلوا السينما عادي جدا وانت مطمن. مدة الفيلم بالظبط ساعة و48 دقيقة. الفيلم بيتكلم عن أمريكا في مستقبل بديل. الحكومة عاملين فيه مسابقة وحشية جدا اسمها ذا لونج ووك أو المشي الطويل. كل سنة بيختاروا عدد من الشباب أو مجموعة من الشباب عددهم 50 شخص، وكل شخص تبع ولاية معينة، يعني بمعنى إن كل شخص بيمثل الولاية بتاعته. بيدخلوا في تحدي يمشوا على سرعة ثابتة في سباق مالوش نهاية، يفضلوا ماشيين على طول. لو بطل شخص فيهم ان هو يمشي او سرعته اقل من المطلوب او خرج عن الطريق بيتم تحذيره مرتين، والمرة الثالثة لو عدى التحذير بيتقتل على طول. البطل بتاعنا اسمه راي جراتي، وهو قرر ان هو يدخل السباق لغرض معين مش حابب ان انا احرقه. راي بيتعرف على شخص او صديق ليه خلال الرحلة وهو ماكابرس. طبعا بيتكون بينهم رابط صداقة قوي جدا أثناء الرحلة. التحدي مش مجرد مشي جسدي، ده كمان معركة نفسية، تعب، خوف، التفكير في يعني ايه انك تعيش كده، ازاي تصمد، ازاي تفضل انسان وسط قسوة وعدالة مش موجودة. طبعا خلال احداث الرحلة او خلال المشي الطويل ده في ناس ما بتقدرش تكمل الرحلة بسبب التعب الجسدي، التعب النفسي، الارهاق الذهني، وكل ده طبعا وهم ماشيين، فطبعا ما بيقدروش ان هم يكملوا الرحله وبيتقتلوا على طول. وخصوصا ان هم ماشيين كلهم في طريق بلا نهايه لعده ايام. طبعا من مميزات الفيلم زي ما انتم شايفين كده، وهي الفكره نفسها المختلفة عن المعتاد اللي تعتبر من الأفكار الخارجة من الصندوق. زي ما انتم شايفين فكرة الفيلم سباق مرعب قائم على المشي مش الجري، والرهان فيه هو الحياة أو الموت. بتجمع بين الرعب النفسي والدراما الإنسانية، وده خلى الفيلم يبان فريد وسط أفلام الديستوبيا. وطبعا من مميزات الفيلم ده هو الاداء التمثيلي، مش للبطل بس، لا لكل الممثلين او كل الطاقم اللي اشتغل في الفيلم ده. يا جماعه كان ادائهم التمثيلي قوي جدا 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 بطريقه مبالغ فيها. قدروا يحسسوني بتعبهم الجسدي والنفسي والانهيار الذهني لحظه بلحظه خلال الرحله. ده غير العلاقه اللي اتبنت بين جارتي وماكفيرز اتقدمت بشكل مؤثر خلتني اتعاطف معاهم جدا. طبعا الفيلم فيه بعض الاسقاطات السياسيه والدينيه،
السباق نفسه يعتبر أداة تحكم سلطوي الحكومة بتستخدمه عشان تلهي الشعب وتثبت سيطرتها، وده بيخلي الناس ان هم يركزوا في السباق اكتر من الظلم اللي بيتعرضوا له خلال احداث الفيلم. Sometimes the body won't listen. For some, your heart will stop. For others, your brain. شخصية الماجر هو شخصية شريرة بتمثل النظام الاستبدادي اللي بيحرك القانون وبيقرر مين يعيش ومين يموت من غير أي رحمة أو عدالة. واحدة من أهم مزايا الفيلم ده هي الحوارات العميقة بين الشخصيات. الحوارات هنا مش سطحية إطلاقا، بل بالعكس عميقة جدا، بتكشف لنا مخاوفهم أو أفكارهم أو رؤيتهم عن الحياة والموت. ولكن بالنسبة للعيوب عندنا هنا، وهو أول حاجة هي طريقة التقديم نفسها في بداية الفيلم، أو زي ما انتم شايفين كده في بعض الأسئلة اللي ما لقيتلهاش أي إجابات خلال أحداث الفيلم وخصوصا من بداية الفيلم، وهي بطبيعة العالم نفسه، أو إيه اللي حصل، أو إيه الحرب اللي حصلت اللي خلت العالم يظهر بالشكل السوداوي ده. كنت محتاج ولو تفاصيل بسيطة تبين لنا كده باختصار ايه اللي حصل قبل احداث الفيلم عشان تتعلق اكتر بالشخصيات وبالاحداث اللي موجودة في الفيلم. تاني عيب بالنسبة لي هنا، وانا شايفه بصراحة ان لو ما كانش موجود كان هيودي الفيلم في حتة تانية خالص، وهو غياب الصراعات المباشرة بين المتسابقين. معظم الشخصيات كانوا متعاونين او مسالمين جدا لبعض، وده بيبين السباق كأنه رحلة جماعية اكتر من كونه مسابقة دموية فردية. طبيعي في لعبة زي دي المفروض يبقى فيه خيانة، المفروض يبقى فيه مؤامرات، المفروض يبقى فيه محاولات من المنافسين ان هم يقللوا من فرصة انتصار غيرهم، ولكن للأسف ده ما شفتوش خالص خلال أحداث الفيلم، وكانوا كلهم متعاونين بطريقة مبالغ فيها. فالفيلم هنا ركز أكتر على الموت الطبيعي نتيجة التعب أو القواعد، مش نتيجة صراع بشري مباشر. ده خلاني أحس إن في زي ما تقول كده مبالغة في المثالية، كأن كل الشخصيات الموجودين في العالم ده أنقياء أو متقبلين لمصيرهم، وده زي ما تشوف كده قلل من حتة التوتر الدرامي إلى حد ما اللي كان ممكن هيبقى في حتة تانية خالص لو كان في نزاعات بين الشخصيات نفسهم خلال أحداث الرحلة. وده على عكس أفلام زي هانجر جيمز أو باتل رويالز، كانت الصراعات بين الشخصيات نفسها بتدي حدة وبعض من التوتر خلال أحداث الفيلم، كان ليها طعم مختلف تماما عن الفيلم ده. I'm not gonna go through the whole rule book, but it boils down to this. If you fall below the speed of 3 miles per hour, you get your ticket. لكن الفيلم هنا ركز أكتر على الصراعات النفسية الداخلية العميقة أكتر من مجرد كونه صراعات بشرية. وده مش معناه إن الفيلم وحش، الفيلم كان قوي جدا وكان بيوضح رسائل قوية جدا، وأنا من النوع اللي بحب جدا الأفلام اللي بتديني بعض الدروس المستفادة عن الحياة، وده كان واحد منهم. المشي الطويل نفسه هي رمز لرحلة الإنسان مع الحياة، صراع مستمر، تعب، فقدان ناس حواليك، ومع ذلك لازم تكمل. الحوارات العميقة بين الشخصيات زي ما انا قلت لكم ان كان الفيلم معظمه حوارات عميقة جدا بين الشخصيات، بتكشف قد ايه ان كل واحد فينا عنده صراعات داخلية نفسية عميقة جدا، وده حتى لو مش باينة، وكل واحد فينا بيواجه الموت بطريقة مختلفة. الفيلم بيقولك ان الانسان بيبان حقيقته تحت الضغط، هل هيبقى رحيم زي ماكفيرز، ولا منتقم زي جارتي، ولا مستسلم زي باقي اللي وقعوا في الطريق. فيلم بصراحة يا جماعة عجبني جدا، ولكن كان ممكن طريقة التنفيذ تبقى أحسن من كده لو كانوا استغلوا النقط اللي أنا اتكلمت عليها دي، وأهمها إن كان يبقى في بعض الصراعات بين المتسابقين خلال الرحلة عشان يبقى في نوع كده من التوتر والقلق خلال أحداث الفيلم، لكن أنا ما شفتش الموضوع ده خالص. ولكن بالرغم من كل ده الفيلم ده قوي جدا، وده واحدة من مفاجآت أفلام 2025 لحد دلوقتي، وأدي للفيلم ده تقييم 8 من 10. There's one winner. And no finish line. بس كده دي تكون حلقتنا، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات، وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. ما تنسوش تشوفوا مراجعه فيلم لايف اوف تشاك، تاني فيلم لنفس المؤلف العظيم بتاعنا ستيفن كينج. طبعا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد العايدي، سلام عليكم.